السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، يا صباح الورد والفل والجمال على عيونكم، يا رب تكونوا بخير. أنا نجوى ودي قناتي، لو أول مرة بتشوفي القناة أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا وانتي من متابعيني يلا بقى حطي اللايك للفيديو بتاعنا النهاردة ونبتدي نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أول حاجة هنعمل إيه، هنعمل النهاردة فطار جميل جدًا بسيط، بحاجات بسيطة جدًا هنعمل فطار حلو أوي. طبعًا إحنا في المدارس بقى وما بنفطرش كتير مع بعض، فده يوم كده أنا إيه، قُلت بقى إيه الولاد كانوا تعبانين وزي ما أنتم شايفين أنا تعبانة عندي برد، فما كانش الولاد نزلوا المدرسة، فقُلنا بقى نعمل فطار كده و هاورّيكم النهارده وصفة حلوة أوي للبتنجان. عملت إيه، جِبت أول حاجة عندي البتنجان ده حطيت عليه معلقتين من النشا، رشيت عليهم يعني معلقتين من النشا كده و حطيت عندي قد مثلًا معلقتين 3 من الزيت في الطاسة، سخنوا معايا، نزلت عندي بالباذنجان، بعد ما طبعًا زي ما قُلت لِك رشيت عليه رشة من النشا، هاسيبه كده ياخد لون معايا في الطاسة، وبعدين هانزل عليه الأول قبل ما أنزل بالباذنجان نزلت عندي ببصلاية شرايح كده، قبل ما تدبل تكوني نازلة بالباذنجان بتاعِك، بعد كده نزلت عندي بفلفل ألوان. وبعد ما الفلفل خَد بس معايا كده دقيقة اللي هو ابتدى إن هو يطرى كده شوية، هانزل عندي بمعلقة من التوم، معلقة مهروسة من التوم. طبعًا لو لقيتِ بقى إن أنتِ البتنجان اتشرّب الزيت وعايز معلقة، حُطّي معلقة كمان عشان التوم والفلفل والحاجة كلّها إيه، تستوي مع بعضها. تمام، هي وصفة حلوة جدًا، هي بُصّي شبيهة كده للمسقعة، بس هي مش مسقعة خالص، لإن إحنا مش هتحطّي فيها طماطم كتير ولا حاجة. بس هي بتشبه لكده تمام، نزلنا بقى عندي بمعلقة كبيرة من دبس الرمان. بُصّوا، هي المفروض نحط دبس رمان بس أنا إيه، نزلت بقى عندي كده بمعلقة من الصلصة عشان أنا باحب بصراحة البتنجان يبقى معاه صلصة وكده، فهي عشان لمّا حطيت المعلقة الصلصة دي دخّلتني بقى الmood اللي هو إيه، كإني عاملاها مسقعة، تمام؟ شايفين بقى الألوان كلّها مع بعضها، وكمان الناس اللي هتقلق إن الباذنجان يبقى مش مستوي، لأ هو هيستوي حلو جدًا. أنا حطيت الملح وحطيت التوابل بتاعتي وغطيت عليه وسِبته لحد ما حسيت إن هو خلاص استوى معايا، ورُحت بقى إيه، جيت طافية عليه، وعلى الجنب التاني كده كنت باعمل بطاطس محمرة، قليتها يعني. بعد ما قلينا البطاطس كان عندي بقى إيه، هنعمل عندي كده في فول وعندي جبنة. وطبعًا هنطلّع بقى الحاجات اللي في التلاجة كده، هنعمل فطار زي ما قُلت لِك بسيط بس فطار حلو. عندي بقى جبنة كده، جبنة قريش أو الجبنة اللي هي الحليب اللي هي بيبقى عند معظم الفلاحين يعني. كنت جايباها، وعندي هنا كده كيس فول نزلت عليه بقى بشوية كده من الزيت، وهاعصر عليه ليمونة وشوية بقى من الكمون. وكده خلاص هنعمل فول النهاردة بسيط كده بالزيت مع الجبنة، مع بقى شوية جرجير وشوية وقطعت كده خيارة، يعني حاجات بسيطة خالص عملنا بيها فطار حلو. وكمان الولاد اتبسطوا بيه لان زي ما قلت لكم ما بنفطرش كتير مع بعض عشان المدارس، يعني بيبقى يوم الاجازة بس. تمام، سخنا بقى عيش كده، العيش ده انا بحطه عندي في الفريزر، بجيبه وبحطه في الفريزر وقت ما احتاجه بقى طلعته كده، قلنا نفطر بيه. تمام، يلا بقى حطي لنا لايك للفيديو عشان لسه الفيديو فيه حاجات حلوة. الروتين النهارده مختلف، ما فيهوش غدا، هو فطار حلو. زي ما احنا شايفين بقى شكل الطبق بتاعنا بتاع البدنجان كان خطير. طبعا انا لما حطيت الفلفل كان عليه قرن كده حامي، فكان مديله طعم حلو جدا. زي ما بوريكم اهو ان البدنجان عندي مستوي خالص. طبعا انا بقى ايه بدوق معاكم كده عشان تعرفوا ان الحاجة طعمها ايه طعمها حلو. تمام، زي ما احنا شايفين اهو، والجبنة والخيار والبطاطس والفول، ومعايا طبعا الجرجير والعيش اللي احنا ايه سخناه مع بعض. تمام، بس كده حطوا بقى لايك للصينية الحلوة دي وندخل بقى نشوف هنكمل ايه النهاردة بقى. كان بعد ما فطرنا انا كنت يعني ايه مظبطين يومنا ان النهاردة ايه مفيش غدا، يعني مش هعمل غدا. ف بعد ما فطرنا قمت بقى كده كان في كام طبق غسلتهم، وعملت المطبخ وغسلت الرخامة وغسلت كل حاجة في المطبخ، طالما بقى ايه مفيش غدا هنعمله. الغدا يعني كان موجود من امبارح، فموجود عندنا الغدا، مش هنحتاج ان احنا ايه
يعني مش هياخد معانا وقت ولا حاجة ولا في وقفة للأكل. تمام، يبقى نعمل بقى ايه المطبخ وفرصة ان احنا نغسل بقى الحاجة اللي في المطبخ، نغسل الرخامة، نغسل البوتاجاز، نظبط كده الدنيا. تمام. ده طبعا برضو كان يعني بعد الفطار بشوية كده، بعد الفطار بقى شربنا كوباية شاي كده وقعدنا شوية، وبعدين قمت بقى قلت اشوف ايه اللي في المطبخ. تمام. هنخلص بقى المواعين، هشطف المواعين بتاعتي كلها، هم شوية صغيرين يعني مش كتير ولا حاجة. هغسلهم بقى كويس، وبعدين زي ما قلت لكم هخلص بقى اللي ورايا، وانا واقفة كده اي حاجة ورايا على الرخامة بلمها كلها عشان تتغسل مرة واحدة. وبطلع كمان لو في كوبايات مثلا بره من الولاد، كوبايات الشاي، اي كوبايات بره بتتغسل معايا على طول، عشان ما اقعدش بقى ايه بعد ما اخلص يبقى فيه تاني. هو كده كده بيبقى فيه تاني يعني مش مشكلة، بس اللي هو ايه بلم كل الدنيا وبعدين اغسلها مرة واحدة. تمام. غسلنا بقى كده ايه المواعين بتاعتنا، ظبطت الحوض هوريكم بعد ما اخلص مش عليه اي حاجة، والحوض بتاعي تمام وزي الفل ونضيف. نضفنا الدنيا، وكمان الرخامة اللي ورايا شلت عليها اي حاجة وغسلتها برضو بالسلكة كده، وبعدين نشفتها. عايزه اقولك الرخام لو عايزاه يلمع ويبقى حلو، هاتي نقطة زيت، زيت اللي هو بتاع الاكل ده، حطيها كده على الرخام ومسحيها بس بفوطة او بمنديل، هتلاقي الرخامة بتاعتك بتلمع وحلوة جدا. انا لما ركبت الرخام ده الراجل اللي جه ركب لنا الرخام يعني هو اللي قال لي على الخطوة دي. قال لو عايزة الرخام يلمع يعني اعمليه بالزيت، ويعني ايه بس ما تكتريش قوي عشان الحاجة ما تتزحلقش يعني من عليه، وبفوطة كده وابدأي ان انت ايه تنشفي الزيت، بس ما تنشفوش قوي يعني، سيبي ايه حاجات بسيطة كده من الزيت بتدي لمعة بقى للرخامة. هو كمان كان عاملهولنا كده قبل ما يعني او قبل ما نستلم، اول ما استلمنا منه الرخام وكده كان عامله كده بالزيت. تمام. غسلت بقى المواعين، وبعدين هنغسل البوتاجاز برضو مع بعض. البوتاجاز زي ما انتوا عارفين انا كل يعني تقريبا الايام دي كل يوم بصور معاكم، فالبوتاجاز بتاعي اخر اليوم على طول بغسله، مع اي غسيل مواعين بغسله. لو اخرت عليه يعني مثلا يوم غسلته ويوم عملت عليه يعني اكل وكده وكسلت ان انا اغسله، تاني يوم على طول بغسله، عشان طبعا عشان التصوير، وطبعا عشان انا متعودة ان انا بغسله على طول عشان ما يبص يعني الحاجة ما يتراكمش عليه دهون. وانا مش من الناس اللي بحب ان انا اغطيه بالفويل خالص، ما بحبش اغطي البوتاجاز بتاعي بالفويل خالص، يعني مش بحب ابدا الفويل ده، حتى الفويل اللي هو التقيل ما بحبوش برضو. في ناس بتبقى عندها على طول الفويل ده لازم اساسي بعد ما تغسل تحطه، والكلام ده لا خالص ما بحبوش. انا بجيب بغسله على طول ايدي فيه كل يوم وبس. تمام. هنا اهو زي ما انتم شايفين البوتاجاز ما كانش بتوسخ قوي يعني، بس كان عليه طبعا ايه فتافيت كده من الاكل وحاجات في الارضيه بتاعته يعني. فانا شلت العيون بتاعتي، وبعدين هشيل الحاجات الفتافيت دي، وبعدين هبتدي ان انا ايه هجيب بقى السلكه بتاعتي، السلكه الحلوه اللي عندي يا بنات، السلكه اللي هي الخشنه دي اللي هي الالومنيوم تقريبا. هي دي بتبقى حلوه جدا يعني، بغسل بيها هي الاول وبعدين بغسل بالسلكه العاديه، فهي بتشيل معايا اي دهون او اي حاجة في الحوض او في البوتاجاز او في الرخامة في اي حاجة عندي، هي بتبقى خشنة فبتشيلها على طول. تمام. حطيت بقى شوية كده من البريل، انا مش بغسل غير بالبريل، لأن مش هكدب عليكم الاول كنت بجيب منظفات وكنت بجيب باور وكنت بجيب حاجات كتيرة، بس انا حاليا زي ما قلتلك مش بسيب البوتاجاز عندي خالص، يعني البوتاجاز آه لازم يبقى نظيف كل يوم، كل يومين بالكتير قوي، كل يومين يكون مغسول، ما مش بسيبه خالص. تمام. يعني مش بسيبه خالص يعني غير لما يكون لا قدر الله كده تعبانه مش قادره خالص، ما دخلتش المطبخ ما غسلتش مواعين، هو اللي مش هو اللي بقى بتلاقيه ايه عندي كده متوسخ شويه. انما غير كده هو بيبقى نضيف معايا كل يوم الحمد لله، ومواظبه ان انا بغسله ايه كل يوم. بصوا بعد ما غسلت بقى بالسلكة كده ابتديت ان انا يعني رشيت شوية مية عشان ما اعملش مية كتير، عشان طبعا انتوا عارفين البوتاجازات دي بيبقى فيها كهرباء، فلو عملت مية كتير وغرقت الدنيا بيكهرب. فانا جبت الفوطة بقى بتاعتي دي وابتديت ان انا ايه انشف كده ايه مرة واتنين لحد ما نشفته خالص. وبعدين هبل عندي الفوطة كده شوية من الخل، او هنزل على البوتاجاز بتاعي بشوية من الخل وهمسح بيهم برضو بالفوطة. هديكي لمعة كده. عايزة اقول لكم ان
والفوطة اللي أنا بامسح بيها دي حلوة جدًا، هي عاملة زي عارفة عاملة زي الفوطة بتاعة العربيات كده، بس هي لأ دي غيرها، دي عارفين أنا كنت جايباها من كازيون كانت الصغيرة دي ب10 جنيه، بس طبعًا ده أيام العز طبعًا. كنت جايباها ب10 جنيه، وكانت الكبيرة منها مش عارفة ب20 أو ب17 حاجة زي كده، بس حلوة جدًا بتمتص المَيّة وبتغسليها يعني بترجع تاني زي الفل. حلوة خالص يعني إيه بتنشّف كده، تنشّف وبتدّي الحاجة لمعة، يعني اللي هي تحسّي إن هي قطن، مش بتخلّي الحاجة مثلًا إيه تحسّيها إن هي يعني أنتِ لمّا بتنشّفي بأي حاجة تانية بتبقى بتحسّي إن هي كده مش منشّفة كويس، وكمان غير مش منشّفة كويس بتدّيكِ إيه حاجات كده خطوط كده بتاعة المَيّة مش بتبقى شكلها حلو. إنّما دي لأ، دي حلوة بصراحة بتنشّف جدًا، وبتدّيكِ بقى اللمعة كده للبوتاجاز، ما بتخلّيش عندِك أي مَيّة خالص، وحلوة أوي، لو لقيتوها هاتوا منها دي حلوة جدًا، دي أحسن حاجة في الفوط اللي أنا اشتريتها. كنت باشتري فوط قبل كده كتير للمطبخ اللي هي الصغيرة دي، وفي الباكت مع بعضه كان فيه 5، وفي كنت جايبة قبل كده باكت برضه كان فيه 3، بس كله بصراحة كله بقت اللي هو يعني شوية وبيترمي وخلاص. آآ فدي بصراحة هي أكتر حاجة نفعتني، دي حلوة جدًا، عندي منها الصغيرة وعندي برضه منها الكبيرة. كده خلاص بقى بعد ما خلّصنا البوتاجاز قُلت بقى نعمل حاجة حلوة، النهارده ما عملناش غدا يبقى نعمل حلو. هنعمل إيه، هنعمل النهارده كنافة العادية جدًا بتاعتنا اللي هي سهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة خالص. هنعمل أول حاجة السيرب بتاعنا، جِبت عندي كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المَيّة، وهاسيبهم يغلوا. أول ما يغلي معايا هابتدي إن أنا أعصر عليه عصرة ليمونة، وبالضبط 10 دقايق هاهدّي عليه، و10 دقايق بالضبط هيكون عندي جاهز. أنا مش عايزاه تقيل أوي، عايزاه حلو. وكمان عندي هنا كده إيه كوباية من السمنة أو كوباية ونُص من السمنة، هاسيّحها كده لحد ما تبتدي بس إن هي تفُك، وبعدين يعني هاستخدمها على طول. ده بقى كان كيلو من الكنافة، كنت جايباه كده وأنا ماشية، كنت ماشية أنا وجوزي في مرّة، فلقيتها فيعني إيه، قُلت نجيبها كده نِفسنا فيها، فجِبتها و هاقطّعها كده صغيّر. بُصّوا أنا مش هاخد الكيلو كلّه، أنا خدت نُص بس، عشان الكيلو كلّه هيبقى كتير عليّا، لإن أنا النُص أساسًا يعني مش هيتاكل برضه والله. يعني بُصّوا ولادي مش بياكلوا أي حلويات كتير، يعني هيبقى أنا وجوزي بس، فما كتّرتش، عملت النُص بس، وبعدين إيه هاخلّي الباقي لمرّة كمان، لمرّة تانية يعني هاشيله في الفريزر مش هيجرى له أي حاجة، وهاطلّعه يبقى زي الفل. جِبت بقى الصينية بتاعتي حطيت فيها كده من تحت زي ما أنتم شُفتوا شوية سمنة حلوين كده عشان ما تلزقش معايا، ولمّا آجي أسويها ما تتحرقش، تمام. وبعدين جِبت بقى طبقة عندي كده، وبعد ما حطيت الطبقة دي هاحط عندي السمنة بقى بتاعتي. بُصّي غرقيها سمنة، خلّيها بقى إيه كده كلّها سمنة كده ومورقة وحلوة، تمام. أنا حطيت السمنة اللي أنا كنت مسيحاها معاكم كلّها، علشان أنا عايزاها تبقى مليانة كده سمنة بلدي كده حلوة. لإن أنا هاعملها إيه، هاعملها سادة، مش هاعمل فيها أي مكسرات ولا أي حاجة، هاحطها زي ما هي كده، هي السمنة في النُص. وبعدين بعد ما أسويها خالص وأخلّيها حلوة، أحط أحط النُص التاني يعني الطبقة التانية وبس، مش هاحط أي مكسرات فيها، لإن إحنا مش بنحب المكسرات فيها أوي. وأنا بصراحة ما كانش عندي مكسرات، يعني أنتم زي ما أنتم عارفين المكسرات والحاجات دي بتبقى عندي إيه، في رمضان وبتقعد بعد رمضان شوية كده، بس حاليًا ما كانش عندي، تمام. حطيت بقى الطبقة التانية كده، وهابتدي إن أنا أضغط عليها كويس أوي، وهاجيب أي طبق أو أي حاجة أضغط بيها. طبعًا أنا احتجت سمنة تانية غير السمنة اللي كانت معايا، يعني بُصّي على حسب أنتِ عندِك هتعمليها بسمنة قد إيه، بس أنا بصراحة كنت مزوّدة لها السمنة كده شوية علشان باحبها ما تكونش ناشفة، باحبها إن هي تكون كلّها كده إيه سمنة، تمام. هي طبعًا بتاخد سمنة كتير، وطبعًا السكر والكلام ده، وإحنا الأيام دي محتاجين لكل ده، بس إحنا نِفسنا فيها بقى، لو جبتيها من برّه هتبقى أغلى من كده بكتير. فيعني برضه إيه استغلّي إن أنتِ تعمليها في البيت، السمنة موجودة في البيت والسكر، فيعني مش غلا أوي يعني، تمام. هاسويها بقى عندي كده على البوتاجاز من فوق، هاحرّكها كده كل شوية، على كل جنب هاسيبها مثلًا مش دقيقة ولا حاجة، لأ كام ثانية كده، وهابتدي إن أنا ألِف لحد ما أحرّك الصينية بتاعتي كده أحسّها إن هي إيه، استوت واتحمّرت. هنقلبها بقى مع بعض زي ما أنتم شايفين أهو، بسم الله ما شاء الله، شايفين لونها جميل
ولا اتحرقت ولا فيها أي حاجة خالص، كده إيه ده الوش الأولاني. هاقلبها بقى كده زي ما أنتم شايفين، أحطها تاني في الصينية عشان تاخد الوش التاني، وبس كده. نفس اللي عملته أول مرة هاعمله تاني، اللي هو هافضل أحركها كده لحد ما تستوي إيه، من فوق ومن تحت وكله من الجناب. وطبعًا لازم تكون النار بتاعتِك متوسطة، ما تكونش عالية ولا واطية أوي، خلّيها كده نار متوسطة عشان تسوي معاكِ إيه، الصينية حلو، تمام. هنا بقى كنت باوريكم إن الصينية بتاعتي ولا اتحروقت ولا ولا الكنافة بتاعتي اتحرقت ولا أي حاجة، ليه؟ لإن هي كانت السمنة فيها حلوة، وكانت السمنة فيها يعني إيه مكفياها، ما احتجتش لأي سمنة تاني وأنا باشتغل، تمام. هنا بقى السيرب بتاعي برضه كان خلص، هي أنا حطيتها، حطيت العسل بتاعي وهو سخن، وهي الكنافة يا دوب كانت اللي هي ما كان يعني يا دوب 5 دقايق بس بعد ما استوت والسيرب كان خلص عندي، نزّلته عليها وهو سخن، فشايفين بقى عامل إيه، مطلّع بقى البخار كده زي ما إحنا شايفين، وعملت تِش بقى جامدة. ف بجد كانت حلوة جدًا، جدًا. و يا رب تكون يعني أكون الوصفة بتاعتنا النهارده عجبتكم، يكون الروتين عجبكم. ويالّا بقى حطّوا لنا لايك للفيديو، وما تنسوناش من التعليقات والاشتراكات، وشيّروا كده الفيديو لأصحابكم. وأسيبكم بقى في رعاية الله، أسيبكم بقى مع الجمال ده بعد ما قطّعناها كده شايفين. هي حلاوتها بجد والله وهي سادة، وهي ما فيهاش أي حاجة كده إيه، تعمل تحت الأسنان ولا حاجة، هي حلاوتها وهي كده، شايفين هي مقرمشة من فوق ومن جوّه طرية وزي الفل. والعسل كان بالضبط على قدّها، يعني مش زيادة ولا أي حاجة. يالّا بقى أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.